وهي قصيدة للشاعر محمود غنيم. يقول فيها: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك. يا رب جئتك نادما أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى. أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي، وأخشى منك إذ ألقاك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ما لي وأبواب الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك. وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد منجى سوى منجاك. وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذن لا بد من أن نبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجواتي. ما خاب يوما من دعا ورجاك، ما خاب يوما من دعا ورجاك. يا أيها الإنسان مهلا واتئد، واشكر لربك فضل ما أولاك. واسجد لمولاك القدير، فإنما مستحدثات العلم من مولاك. الله مازك دون سائر خلقه، وبنعمة العقل البصير حباك. أفإن هداك بعلمه لعجيبة، تزور عنه وينثني عطفاك. كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك. والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك. لله في الآفاق آيات، لعل أقلها هو ما إليه هداك. ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. الطبيب يداوي الأمراض ولكنه يموت. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا مداوي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك.
قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياك، وإذا ترى ابن السود أبيض ناصعا فاسأله من أين البياض أتاك، وإذا ترى ابن البيض أسود فاحما فاسأله من ذا بالسواد طلاك، قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك، واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء ما الذي أدناك، قل للمرير من الثمار من الذي بالمر من دون الثمار غذاك، وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك، وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فسله من الذي أجراك، وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك، وإذا رأيت الليل يغشى داجيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك، وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. هذه عجائب طالما أخذت بها عيناك وانفتحت بها أذناك، والله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه فهو يراك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك. هذه قصيدة لشاعر مؤمن يتحدث عن قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار. قارنوا بين قول البشر وبين ما يقال إنه كلام مقدس. ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، ولا أريد أن أكمل. الآن النص أصبح ما أرشق خطوات قدميك بالحذاء يا بنت الأمير. شكرا لكم، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بالإسلام نعمة. بارك الله فيكم وأكرمكم الله.